11 هذه رياض 3 مادي بوكامير 15 ايوب عمراوي 18 اسامه عزوزي 17 امير ريتشاردسون 24 اسماعيل الصباري 8 بلال الخنوس 23 عبد الصمد الزلزولي 16 ويانيس بقراوي رقم 13 4 2 3 1 4 3 3 سيتضح ذلك من خلال اول يلعب الكره لايوب العمراوي يلعب شادي رياض ايوب العمراوي ايوب كبير في الوسط بين الدفاع والهجوم وصلت الكرة على جهة يدي أنه المنتخب المغربي في الصدارة كأقوى مع أمير ريتشاردسون هنا خطف الكرة إمكانية تسديد أمير بين الأطراف تلعب هذه الركنية مراوغة ممتازة فيها عرضية وتكتل اثنين ممتازة فيها جول فيها جول فيها جول فيها جول فيها جول 1-0 الأسود تظهر في هذه اللحظات الأسود تظهر في هذه الأثناء المغاربة يسجلون يتقدمون 1-0 هنا في المجمع الرياضي جملة تكتيكية من أروع يكون جملة فنية من أروع ما يكون لعبت بلمسات بالفنيات 1-0 هنا تفوق للمنتخب المغربي سيشاهد الإعادة من جديد جملة تكتيكية جملة فنية من أروع ما يكون هنا تمينا بالجول الأول شوف 1-2 ممتازة أيوب الملاحظة على أيوب أنه يعيد كرات كثيرة إلى الخلف يعيد على بالعروش لا يجب الإكثار من الكرات الزلزولي يحاول يسترجع مرة أخرى في خبار أمير ريتشاردسون الوحيدي استلم الكرة الوحيدي العرضي أشرف حكيمي ونايف أكرد وحنتاجراجي مع رشيد بن محمود وسط الكرة على الجهة اليسرى إمكانية التسديد زكريا الوحيدي في خطأ قصيرة عن بين سونغاري المباريات السابقة بالمجمع الرياضي الأمير مولي عبد الله انزال الايقاع في هذه اللحظات نترى يعيد للخلف تبادل الكروي في هذه الانيه الزلزولي استلم الكره الزلزولي يتقدم الزلزولي العام في 2004 سلامي سونغاري يمرر قصيره لبلال الخنوس العرضيه الراسيه ممتاز هذه العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى ودائما التفاهم والانسجام الكبير الكره لشادي رياض وصلت الى الزلزولي وكل ما يتم يعني هذه يغطي امام اللاعب دومبيا رجعت الى ساكو صعب الزلزولي مع بلال الخنوس في الجهه اليسرى يمرر كره انا اقول لكم من الان الانسجام نعم بعد ذلك وحتى لا يجد الصباري فكن على يقين بانك الجيش الملكي ولاعب المنتخب الوطني المغربي من الطراز العالي والعالي جدا ذكرنا بمحل الموجه التي اشتهر بها مونديال ديوموندي وحده من دون رقابه ديوموندي وعلى هذا افضل انك تلعب الكره على الزلزولي يتقدم الزلزولي العرضيه استلم الكره اين كي العمراوي ديوموندي الله ان شاء الله طبعا مع يصف المنتخب المالي سونغاري بعيد عن التغطيه ايوب العمراوي يرسل يرجع بوكامير ويرجع كذلك شادي اسامه خنوس بلال مع امير بلال وامير سونغاري يلعب ديال الكره العرضيه الراسيه يا ستار استر على كرة صعبة من اللاعب سيسي أنا قلت لكم الكرات الآلية يتفوق فيها اللاعبين لمن أيوب العمراوي بعض الارتباك يظهر الآن في خصن ريتشاردسون أيوب العمراوي لكن ونثق في هجومنا كذلك هذه كرة صعبة دفاعية يتدخل من جانب عناصر المنتخب المالي اثنين هما سونغار الهدف الوحيد حتى الآن يبدو بأنه لا تغييرات ويبدو بأن الشيء مالية هنا استرجع بسرعة أمامية الكرة 1-2 راقب أمورك يا شادي أمام الكونغو برازافيل هذه عرضية الخنوس سددها وجول الزلزولي كانت عنده فرصة ذهبية من أجل تسجيل الهدف الثاني يلعب شوط كامل بهذه الطريقة فالماليون سيسجل يخرج على لا زالت خطيرة
بلال الخنوسي يعود. برافو بلال، برافو بلال. فالتغطية وصلت للسيباري، السيباري يمر، السيباري يمر، لكن العمراوي يتقدم. العمراوي هل يرفع الكرة؟ العمراوي عرضي، رقبة يا علاء، هذه صعبة يا علاء، هذه صعبة يا علاء، عالية عالية جدا إلى ضربة مرمى. سونغاري سدد مرة أخرى لكن عالية لحسن الحظ وأنك تؤمن هذه النتيجة وتسجل هدف. هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة. والتعادل، والتعادل عن طريق اللاعب ديامبو. ديامبو يسجل بعد أخطاء متكررة من وسط الميدان ومن خط الدفاع. هو ديامبو يسجل هدف التعادل في عرض يمين أمير، العرضية الرأسية ممكن زكريا. يونس طه، يونس يرفع في القائم الثاني، هي جول، هي جول، هي جول. الوزاني، الوزاني ثاني، والجابوني لوري آخر، الجابوني لوري آخر. الوزاني هز الشباك يا بيير اتشو. نعم يحتسب الهدف، يحتسب الهدف، والوزاني نعم يمنح التقدم للمنتخب. لا زالت هنا عن عناصر المنتخب المالي. كمية صعبة، كمية صعبة، وهدف التعادل عن طريق اللاعب مايكا. كيف تركت لهم الحرية الكاملة، كيف ترك لهم المجال يسجلوا. يتقدم الآن بالعروش، تراوري بالعروش، بالعروش، والكرة تضرب في العارضة، الكرة تضرب في العارضة، وركلة أسامة تيرغالين، 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 تيرغالين في الزاوية. إشارة وزاني، 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 كرة عندك يا بالعروش. أوه، يونس طه يتلقى الإشارة. طه، طه يا بالعروش، يلا يا بالعروش، هذه عندك يا بالعروش. زلزول يتقدم، زلزول يا بالعروش، انهي بالعروش، وضاعت، 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 وضاعت. مبروك التأهل للمنتخب المغربي للمباراة النهائية. La teinte de Chef Chaouan partage avec l'indigo de jaune pur des origines historiques. Non seulement il reflète la lumière du soleil, gardant l'intérieur des maisons au frais, mais aussi il éloigne les moustiques et les termites, tenus à l'écart par le sulfate de cuivre, qui, mêlé à la chaux, produit la couleur bleu. 16. Chef Chaouan, ou Chaouan, est une ville située dans les montagnes du Rif, au nord-ouest du Maroc. Elle est réputée pour les bâtiments remarquables de différents tons de bleu délavé de sa vieille ville. Des ateliers de maroquinerie et de tissage bordent ses allées pavées abruptes. Sur la place centrale ombragée d'Outa El Hammam se trouve la Casbah aux murs rouges, forteresse et donjon du XVe siècle avec expositions ethnographiques et artistiques. Le minaret octogonal de la grande mosquée s'élève non loin de là. Nos conseils pour préparer votre visite de Chef Chaouan. Merci beaucoup et à bientôt.